السلام عليكم. كي دايرين؟ بخير؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. كي داير المورال؟ كي دايره الصحيحه؟ كنتمنى انكم تكونوا 5 اخواتاتي. قناه نحو السعاده دائما تحت شعار عاودوا مورايا. الى ما نفعتكش ما غنضركش حبيبه الغاليه. ونبداو على بركه الله. موضوع اليوم في غايه الاهميه. شوفي حبيبتي الغاليه خواتاتي، قبلوا على التصوير، قبلوا على الوضعيه. كنحاول ما امكن انني ناخذ واحد الوقيته من الوقت ديالي ونشارك معكم، ولو غير تشجيع، ولو غير تحفيز، ولو غير مشاركه بسيطه، ولو غير كلمه طيبه. المهم اخواتاتي الغاليات نكون معكم في الفيديو. كنتمنى ما غادي نهضروا على واحد الموضوع مهم، واللي خلاني نهضر على هذا الموضوع اللي هي واحد الاخت كتبت لي في الكومونتير كنقول لك سامحك الله، ما جايش نتعاطى معاك او نقول لك واحد الكلمه اللي هي خايبه، ولكن هاد الموضوع خاصنا اصلا نهضروا فيه. اللي هو انها قالت لي من قلت لكم على ان الحجاب لا يحرمنا من اننا نلعبوا، اننا نعوموا، اننا نمارسوا الحياه ديالنا بشكل طبيعي. قالت لي هذاك الحجاب اللي دايره انت ماشي حجاب. الحجاب ليس بغطاء فقط حبيبتي الغاليه. حبيبتي الغاليه كاملين حنا كأمه، ماشي كلامي موجه غير لك انت، موجه للجميع. حنا كأمه عارفين مزيان شنو هو الحجاب اللي مفروض اننا نديروه. غير كل واحد الحاجه اللي هو بغى يزيدها او يضيفها باش يكون داك الحجاب ديالو بطريقه صحيحه. كاين اللي كتقول لك على انني ضروري ندير النقاب، كاين اللي كتقول لك ضروري خاصني نتقي شرط في رجليا، كاين اللي كتقول لك ضروري يا حبيبتي ما كاين لا سروال لا شوميزه لا والو، خاص لباس فضفاض يعني عبايه عريضه وحجاب عريض والى اخره. شوفي حبيبتي الغاليه، انا غنقول لكم الطريقه اللي كنفكر. نقدر من هنا واحد 5 سنين ولا من هنا واحد عامين ولا غير غد لي تقدر توقع لي شي حاجه ونبدل الراي ديالي، ولكن انا نشارك معكم الراي ديالي البسيط. هو انني اؤمن بان ديننا دين يسر وليس دين عسر. فحبيبتي الغاليه هذا اللي تيجاك ماشي حجاب، انا بالنسبه لي حجاب. علاش؟ لان هذه واحد العام ولا عامين انا ما كنتش كنلبس هكا، كنت دايره هذه، ولكن ما كنتش كنلبس مستور. كنت كنلبس سروال مزير، كنت كنلبس سراو سليم، كنت كنلبس لي شوميز قصار، كنت كندير المكياج، كنت كندير بزاف الامور، كنت كنخرج بالريحه. فحبيبتي الغاليه انا هادشي اللي شايفاه انا عليا، شايفاه انه تقدم كبير ويقدر من هنا للمستقبل نكون احسن بكثير. حبيبتي الغاليه، حبيبتي الغاليه، هاد الكلمه موجهش غير لك، موجه لجميع الناس. ديننا دين يسر وليس دين عسر. انا هذه هي الفكره اللي عندي، هي انني انا كنحاول كندير جهاد في النفس، كنحاول بزاف الامور حيدتها من الحياه ديالي، والحمد لله والشكر لله. هذا الشيء بفضل شنو؟ بفضل بزاف مجموعه من الاخوات في اليوتيوب باللسان ديالهم الرطب وبالكلام ديالهم الطيب. راه كاين، راه شوفي حبيبتي الغاليه، الدين ديالنا ماشي دين غير انه غطاء وانك تلبسي النقاب وتلبسي لي داك الحجاب مدلدل طويل وتلبسي الصلاه وديري لي النوافل وتطلي تستغفر. لا حبيبتي لا، راه الدين ديالنا اول حاجه الكلمه ابتسامه. سمعتي؟ انا مثلا ملي كنفتح فيديو ديالي قلتي لي الدين ديالنا ماشي غير غطاء بحال الحجاب، راه خاصو في الكلام وفي المشي. حبيبتي الغاليه انا كلامي كلام الحمد لله، كلام نصح، كلام خير. ملي كنعسو كنحط شوفي انا حد ما انا كنعسو كنحط راسي في الوساده كنحس براسي مرتاحه، اذا انا ما دايرش واحد الحاجه خايبه. وانا قبل ما ندير هذه القناه صليت صلاه الاستخاره، قبل ما نديرها صليت صلاه الاستخاره وقلت يا رب اذا كان عندي في هذه القناه خير يسر لي فيها، ولكن عندي شر ما تيسرليش فيها. والحمد لله ربي يسر لي فيها بواحد الطريقه زوينه. انا راه كنت فتحتها فوقاش وما كنتش كنحط فيها نهائيا. عام واحد الحمد لله باش بديت كنحط، قولي عام ونص الحمد لله 62,000، راه الحمد لله والشكر لله. فهذا تيسير من عند الله سبحانه وتعالى، فضل من عند الله سبحانه وتعالى، وفضل من عند الناس بطبيعه الحال، حتى بالدعم ديالكم وبلي لايك وبالكلمات ديالكم الطيبه القناه كتكبر. فهنا بغيت نقول كلامي موجه بعيدا عن هذه الاخت، موجه لكم كاملين. شوفي حبيبتي الغاليه، اي حاجه كديريها في الجانب الديني ولو تكون بسيطه كتشوفيها بسيطه اعتبريها جهاد في النفس. لان في هذا الزمن ديال الفتن والزمن ديال العهر وديال الفساد وديال الفتن، وتلقاي راسك انت مازال في واحد السن مازال صغير مثلا وكتجاهدي في نفسك، وكل نهار كتزيدي واحد الخطوه، وكل نهار كتقولي هذه ما نديرهاش وهذه نديرها وكيجيك تانيب الضمير، فانت حبيبتي في الطريق الصحيح. فإلا لقيتي راسك كديري يلاه الحجاب بداك البسيط ومازال ما وصلتش للحجاب الحقيقي، فطلبي ربي سبحانه وتعالى انه يثبت الحركات ديالك الى الامام.
فهذاك الشيء اللي تكوني ديريه انت وفرحانه وتوكلي على الله سبحانه وتعالى. وانا متاكده انا وانت وبزاف الاخوات غتلقينا من بعد واحد المده تغير الحجاب ديالنا وتحسن. الا ما كنتيش كتصلي ولقيتي راسك كتجمعيهم مازال كتصلي وكتجمعيهم، واخا هكا جاهدي في نفسك، غاجي واحد الوقيته غتلقاي راسك بديتي كتصلي الصلاه في وقتها. الا كنتي ما كتصليش الفجر كنأكد لك الا بديتي الجهاد في النفس غتلقاي راسك واحد النهار كتصلي صلاه الفجر، خطوه بخطوه، خطوه خطوه حبيبتي الغاليه، نقيطه نقيطه كيحمل الواد. ما تهتميش بنظره الطرف الاخر، لان كاين اللي كيصعب. شوفي راه بعض المرات راه بحال وليداتنا الا جيتي وفرضتي عليها الحجاب دقه واحده وفرضتي عليها الصلاه بدقه واحده وما علمتيهاش شنو هي الصلاه وما علمتيهاش شنو هو الحجاب وما حببتيهاش للدين، غتلقاها واحد الوقيته تقدر دير لك خاطرك حداك، كتلقاها دايره الفولار حداك كتصلي حداك، ولكن يجي واحد الوقيته غتنفر منه، لان ما دايراش على حب وما دايراش باراده ديالها وما دايراش باختيار ديالها. حبيبتي الغاليه، كل اخت عندها التفكير على انها غتربي وليداتها على الدين الاسلامي وعلى الاخلاق وعلى الحجاب وعلى الصلاه ومجموعه من الامور بانها من الاول تكون بدايه صارمه، فانت خاطئه حبيبتي الغاليه. هذه اللي كتبت لي الكومونتير ولا واحده اخرى انا متاكده كون جي نقلب فيك نتيا غلقك في اللاج ديالي ملي كان عمرك. انا الحمد لله دابا عمري في 29 عام ياك، من هنا في 23 عام 24 عام ما قلت لكمش شنو كنت كندير. كنت كنخرج بالريحه، كنخرج بالمكياج، ما كنلبسش مزيان داك اللباس هذه، كتلقاني دايره الحجاب وبزاف الاخطاء دايراهم بزاف، ولكن كنشوف راسي انني دايره واحد التغيير كثير في الحياه ديالي الحمد لله. دعوا معايا اخواتي بالثبات، دعوا معايا بالتيسير. انا غير صلاه الفجر انني وليت مواظبه عليها، هذه نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. باش بالاخت اسماء امغاري دائما انا كنقولها لك الفضل حبيبتي الغاليه، وكنحبها من هذا الفيديو كنقولها كنحبك الا شفتي هذا الفيديو، لان كان لها الفضل باس بلسانها الطريقه باش كتنصح. حبيبتي الغاليه كلامي موجه لك انت يا اختي، مره اخرى ما نصحي بواحد الطريقه اللي هي جيده باش تقدري توصلي القلوب ديال الناس وتوصلي لذاك المبتغى اللي انت باغياه. ثاني حاجه حبيبتي الغاليه، ما تحاوليش انك تطعني في الناس ملي كتقولي في كلامك وفي مشيه وفي كذا وفي كذا. حبيبتي حشومه، انا كلامي الاخوات غادي يحكموا، انا متاكده ان الكلام ديالي ولا الطريقه ديالي ولا الاسلوب ديالي جد محترمه، ماشي من اجلك، من اجل نفسي اولا، من اجل اسرتي، من اجل الوجه ديال زوجي والوالديه اللي رباوني. سمعتي حبيبتي الغاليه؟ فكتمنى هذه الفكره تكون وصلتكم. اي حاجه كديروها اخواتاتي حسبوها جهاد واعتبروها، يعني حسوا بها، لان ملي ما كتكونيش تحسي بدوك الاشياء الصغيره اللي انت كديريها ما غتوصليش الكبيره. اطلب الهدايه لنفسي والثبات ولكن ايضا حبيباتي الغاليات، واجي معايا ندير واحد الضبيره خفيفه وظريفه. فهذا اول يعني كما نقولوا هذا الانتقاد خليته كفرصه باش انا نهضروا على هذا الموضوع، لان بزاف الاخوات كتلقايها احنا كمجتمع عربي ولا مجتمع مغربي خصوصا ما كيخليوش الناس، علاش كنقول لكم ما تهتموش بنظره الطرف الاخر، ما كيخليوش الناس يديروا خطوه لقدام. يا ما شحال مره كتشوفي شي وحده خارجه للطريق ولا شي واحد كان ماشي تلهيه مدمن ولا كيشرب ولا كيدير شي حاجه، ربي كينزل عليه رحمته، كتلقى هذيك المراه تابت ولا داك الراجل تاب، كتلقاي دائما ديك المراه تابعينه، واخا كتزوج واخا كدير وليداتها واخا بزاف الامور دائما الاصابع تنعت عليها. خاص دائما انهم يفكروها بالماضي ديالها، تقدر هي دارت واحد التقدم في حياتها ورا كنتي، ولا مثلا كتلقايها مثلا كانت غادي في واحد الطريقه ماشي هي هذيك وبدات كدير واحد الخطوات بسيطه، هي كدير خطوات بسيطه وهما كيجيو يهبطوها. شحال مره كانت واحد الاخت، انا كنا كنقراو في لافاك، كانت واحد الاخت معايا ما دايراش الحجاب وكانت كتستغفر بزاف دائما من هذيك المسبحه، دائما واحد الاستغفار بواحد الطريقه رهيبه. ملي كنت كنسولها كتقول لي انا هذا الاستغفار لقيت معاه نتائج جميله جدا. فكانت واحد الاخت معانا كانت دائما كتقول لي وبقات في الاستغفار، ما كتدير الحجاب ما كتصلي نيشان، بقات في الاستغفار. انا ما عارفاش ديك الاخت يمكن بداك الاستغفار تولي احسن منك في الحجاب، وبداك الاستغفار تولي في الصلاه ديالها احسن منك، ويقدر ربي بكثرة ما شاف قلبها طيب وجميل خلاها انها تبدا الرحله ديالها ديال الى الايمان والى التقوى والى الطريق الصحيح بالاستغفار. كفاكم اخواتاتي شي تعلموا انكم تقولوا الكلام الطيب، هذه نصيحتي الاولى، وهذا هو موضوع اليوم حبيبتي الغاليه. الموضوع الثاني اللي غنهضروا عليه حتى هو اخواتاتي اللي كيخلق مشاكل كثيره عندنا وخاصه في العلاقه الزوجيه. واحد الاخت كتبت لي واحد التعليق بداتو عفوا سمحي لي يعني كيما نقولوا كومونتير السم في العسل.
تعرفوا داك اللي كيعطيك السم وهو كيبين لك العسل. سمحي لي، واش راجلك ما عندوش مشكل ان انت تبيني وجهك وتغطي له وجهك؟ حبيبتي الغاليه، واش انت مازال حنا في 2025 مازال رابطه حياتك بزوجك؟ راه الزوج ياك شريك حياه، الزوج ياك ماشي ملك ولا انت من ضمن الممتلكات ديالو. انا بعدا وصلت لهاد القرار. شكون اللي وصلوا اخواتاتي؟ ما عرفت واش وصلتوا له ولا مازال. انا زوجي مجرد شريك حياه، اتشارك معاه الحياه، كناكلو كنشربو كنعسو كنخرجو كنخدمو كنضربو تماره كنبنيو المستقبل ديالنا. اما فيما يخص داكشي اللي انا كنبغي، شنو كيبغي هو، شنو هي الاهداف ديالو، شنو هي الاحلام ديالو، كل واحد عنده حاجه ديالو. فانا حبيبتي ما يمكنش انني نفرض على زوجي انه يبين وجهه. هو غير مقتنع مثلا بوسائل التواصل، كيقول لك انا ما عندي ما نعطي في هاد وسائل التواصل، فما غنجيش نفرض عليه. اولا بغيتي توصلي لي بالفكره ديال ان الزوج ديالك ماشي تلهي لان خلى زوجته كتبان في اليوتيوب وخلى زوجته وجهها عريان. ياك حبيبتي الغاليه، انا فهمت الميساج ديالك. شوفي حبيبتي الغاليه، انا زوجي وانا وياه عايشين واحد المنطق في الحياه، هو انني انا كنبغي ندير شي حاجه وكتكون كنحبها كنقنعوا بها. في البدايه ديال القناه في الاول ما بغاهاش، حتى هو كانت فكره عنده خايبه على وسائل التواصل، ولكن من بعد قنعته ومن بعد بقى كيشوف. راه في البدايات ديالي باش كنوضع الفيديوهات كيشوف كل فيديو بوحدو حتى كيكملوا حتى الاخر، وكيقول لي اما محيه بحال شحال مره كيقول لي شي فيديو ما تحطيهش، غير مجرد موضوع شي مرات كيقول لي حطيه، حتى اقتنع بيا حبيبتي الغاليه وعطاني ديك الحريه. لان عارف ان قناتي عمري ما غنحط فيها روتيني اليومي، عمري ما غنحط فيها شي حاجه ماشي تلهيه، عمري ما غادي نبين شي امور اللي ما خاصهاش تبان. فزوجي يثق فيه وانا اثق فيه. صافي حبيبتي الغاليه. فهذاك التفكير ديال لا علاش هو هذا، احنا ما عندناش هذا الشيء. الا انت عندك في علاقتك الزوجيه واللي دايرين بك عندهم هذا الشيء في العلاقه الزوجيه، انا لا يوجد عندي حبيبتي. عندنا احترام اراء، احترام قرارات، وفي التالي بجوج كنمشيو فيما يرضي الله. يعني انا ما خصني، احنا كمجتمع عربي مازال عندنا اشكال في وسائل التواصل. وسائل التواصل انا اللي حداكم استفدت منها، خدت نصائح من عند اخوات، غيرت في طريقه تنظيمي في المنزل، غيرت في شخصيتي، غيرت في الجانب الديني ديالي، قنعوني بانني نقرر انني ندير قناه وحتى انا نستافد من واحد الحاجه اللي كنبغيها وكنعرف نديرها. تخديت شواهد من هاد لي سيت. فحبيبتي الغاليه، الا انت مازال كتشوفي او حنا شوهنا الصوره ديال وسائل التواصل، الناس برا راه دخلت منها الفلوس، الناس برا راه دارت بها الفلوس ولات فين وفين، دارتها كاسلوب تجاري كتستافد منها، خرجت منها مشاريع. غير حنا كنبهدلوا بالحاجه، شنو استغليناها في الشوهه وفي البكا وفي الشكا. فملي كتشوفوا شي واحد اختار واحد الطريقه مناسبه، ماشي غير انا، كاع الاخوات اللي كيشبهوني بنفس الطريقه ديال التقديم ولا نفس الريتم اللي حنا غاديين فيه ولا التخصص، كنلقى بحال هاد التعاليق ديال هاد الناس. فتعلموا تدخلوا سوق راسكم. الشيء اللي كيدخل سوق راسو وكيركز على راسو كيعيش بخير، واللي كيدخل نيفو في حياه الناس ما كيكونش عايش بخير. صافي حبيبتي الغاليه، نتمنى الميساج يوصلك ويوصل بزاف الاخوات. هنا شاركت معكم دويره على الكورنيش. هنا وريتكم كران الاخوات اللي بوجده، كران ديالهم شويه قاصح على الكران ديالنا. المهم هذا يبان لي عجبني، المذاق ديالو زوين. عاود البارده ديالهم مختلفه على البارده ديالنا، البارده ديالهم شويه ثقيله. بالنسبه للمحلبات ما عندهمش محلبات بحالنا. كتلقاي المحلبه فيها كران بارده، فيها بيتزا، فيها الحريره، البيصاره، يعني منوعه. فمهم انا كيعجبني نجرب الاكلات الشعبيه، اي حاجه شعبيه كنبغي نجربها. فجميع الاكلات الشعبيه اللي كاينين هنا جربتهم. كنتمنى الفيديو ديالي يكون خفيف ظريف على قلوبكم اخواتي الغاليات. كنتمنى الفكره ديالي تكون وصلت، لان الهدف ديالي ماشي هو الانتقاد، الهدف ديالي انني نوصل لكم الفكره حبيبتي الغاليه. وهنا ساليتها بهذه الدليعه، يا سلام كانت بنينه. الحاجه اللي عجبتني هنا هو انهم كيعطيو بالطروف، يعني تقدري تاخذي واحد الطرف ب 20 درهم ب 15 درهم، بحال مثلا اللي كتكون ما عندهاش الثلاجه ولا غير جايه مسافره هكا تقدر تاخذها وتاكل. انا شحال مره كانت كتجي في خاطري في وجده، ولكن ما كنكونش قاده على الدخل، يعني ما كيبيعوش في وجده بحال هكا بهذا الشكل ديال النصوصه.